السير على الماء لا نراه إلا في ألعاب الخدع السحرية، لكن مواطنا عراقيا استطاع أن يحصد لقب الرجل الذي يسير على الماء بطريقته الخاصة، فنتعرف معا على كيفية حصول ذلك. بعد أكثر من 150 تجربة فاشلة، استطاع المبتكر العراقي جعفر جواد أستاذ التعليم المهني في إحدى مدارس بغداد أن ينجح أخيرا بتحويل سيارته المرسيدس التي تعمل بنظام البنزين إلى العمل بنظام الماء. السيارة باتت تسير فعلا، لكن التفاصيل ليست بهذه السهولة. شدة احتراق النظام الجديد الذي يعتمد على هيدروجين الماء تفوق قوة البنزين بعدة أضعاف، الأمر الذي يجعل المركبة تعمل بشكل طبيعي. بعد 150 تجربة فشلت، وصلت إلى هذا النموذج اللي تشوفوه قدامكم، نموذج توليد الغاز الهيدروجين عن طريق الماء، طريق تحليل الماء، تحليل الكهربائي للماء. الماء موجود عندنا، الماء هذا المعقم، والكهرباء التيار الكهربائي الموجود بالسيارة. هاي الاحتراق إلى خصائص كلش قوية. الخاصية الأولى أنه أقوى من البنزين 3 مرات قوة انفجاره، راح يصير عزم أكثر للمحرك، يعني السرعة عندك راح تزيد عندك لأنه بخار الماء المتولد راح يبرد المحرك. من يبرد المحرك ما راح يصير تبديل للدهن عندك، وإضافة إلى أنه الشكوى عندك أوساخ في داخل المحرك كلها تنظف تخرج من بخار الماء. بعد عناء طويل بذله هذا المبتكر، استطاع أن يثبت للعالم إن مشروعه يقدم مساهمة فعالة في إطار صداقة البيئة، ويقول كذلك أن استخدام الماء كوقود لا يخضع لمعايير تعيب جودة البنزين، موضحا أن نصف لتر ماء كاف لقطع مسافة تقدر ب1000 كيلومترا وفق هذا الابتكار الجديد. هذا الماء اللي أضيفه هنا طبعا يطب بمنظومة توليد الهيدروجين، منها ينزل إلى المنظومة راح يولد لنا هيدروجين، وطبعا راح يطلع لنا بخار الماء وليس ثاني أكسيد الكربون. الأول أكسيد الكربون المضر للبيئة، اللي يطلع بخار الماء اللي يكون صديقة البيئة. إضافة إلى أنه كلفة زهيدة، أنه بطل الماء هذا 1000 كيلومتر، يعني فشيء كلش رائع. والسؤال هنا، هل سيحظى هذا العالم بالاهتمام الذي يستحق، أم إنه سيكون في خانة النسيان كأقرانه المبدعين؟ طارق ربيعي، آسيا الإخبارية، بغداد.